السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد. فيديو النهاردة سريع كده شوية. هنتكلم عن أهم المشاكل أو أهم الحاجات اللي ممكن تقابلني في دايرة التبريد اللي تخلي العربية معاك تسخن. وطبعا معانا باشمهندس فارس، مرتب دفعة ده، فهو اللي هيشرح لنا الموضوع ده النهاردة. اهلا بكم يا جماعه، انا الباشمهندس فارس واخوكم مازن برضه مروق عليكم. طيب قول لنا فارس، إيه الحاجات اللي ممكن تخلي العربية تسخن؟ طبعا احنا مش هنتكلم في دورة التزييت خالص، احنا دلوقتي هنتكلم بقى في ايه، في دورة التبريد بالأخص. قول لنا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي العربية تسخن او تخلي المؤشر بتاع الحرارة يترفع لفوق. اول حاجه ممكن يكون مستوى الليكويد بتاع التبريد قليل بسبب مثلا فيه شرخ او كسر في المواسير او في الراديتور نفسه. تاني حاجه ممكن تكون السيرموستات قافله على طول، ما بتمررش الفلو داخل السيستم، فبترفع لي درجه الحراره. ممكن تكون المروحه السير بتاعها مقطوع، السير بتاعها مرخي شويه، فالمروحه ما بتبردش الراديتير. ممكن يكون مثلا في انسداد. تمام. دي اهم المشاكل اللي يكون في دايره التبريد. طيب يا فارس، قول لنا دلوقتي ايه تأثير درجة الحرارة على وش السلندر طبعا عامة درجة يعني. الحرارة لما بتزيد بتعمل لي ستريس على وش السلندر، فبتعمل لي تلف له، فالتلف ده ممكن ينتج عنه ان مية الريتير والزيت بيختلطوا ببعض. تمام. لما يختلطوا ببعض انا عندي ممكن ده يتحرق او ويخرج من الاكزوست، فهتلاقي مثلا الاميشن مش مظبوط، او ان اللون بتاع الليكويد بتاع الريداتير طحيني شويه كده، وهيهرب لي ضغط طبعا من المحرك وقلل لي الافشنسي. وطبعا المحرك ده هتلاقيه مبرجل معاك ماشي، دلوقتي احنا معانا باشمهندس فارس برضه هيعرفنا على اجزاء دورة التبريد، وهيقول لنا لو انت دلوقتي واحد بتستخدم العربية الصبح ومش فاهم حاجة، المؤشر بتاع الحرارة عالي، تبدأ تتشك على ايه في العربية بتاعتك؟ اول حاجه هتبص على تروح على قربة الميه او الخزان الاضافي، تبص ان الميه اقل من اللو ولا ايه. لو الميه اقل من المنسوب ده يبقى في هنا الليكويد ناقص، فبحتاج ازوده. طب زودته الامبير برضو لسه رافع، فتبدا تبص بقى على تسريب. مثلا في شرخ هنا في الكوعه دي او في الكوعه ديت، في شرخ هنا، ما فيش شرخ او حاجه، ممكن بقى يكون انسداد. تبدا بقى تفك بقى تبص على ممكن برضه السيرفستات. يكون من الرادياتير، يعني ممكن الرادياتير يكون في برضه انسداد هنا. لو ما لقيتش تسريب يبقى يعني بنسبة 90% في انسداد. ممكن يكون بقى انسداد في المواسير ديت او في المواسير ديت، بس باحتمال كبير بقى في ديت او في الثرموستات. في حاجة برضو لازم تبص عليها، ترمبة المية هي شغالة ولا لا. ممكن ما تكونش شغالة، ممكن تكون المروحة بايظة. قدامنا كده هندسة. تمام. في حالة يا جماعة دي المروحة. ترمبة المايه قدامنا اهي. تمام. لو المروحة ميكانيكي ممكن السير بتاعها بايظ. طب لو كهرباء ممكن يكون مثلا في توصيلة مش مظبوطة، تبدأ تشيك مشاكل عليها يعني. كهربية أيوة. تمام. بس. بس كده يا جماعة، يعني ده كان فيديو سريع عن أهم المشاكل اللي ممكن تقابلك في دورة التبريد عامة. وبشكر طبعا باشمهندس فارس. عايز تقول حاجة؟ طبعا لسه المشاكل اللي بترفع درجه حراره المحرك كذا حاجه، ممكن زي الاكزوست، زي الليبريكيشن، زي مثلا. احنا بإذن الله هنحاول بقدر الإمكان نتكلم بقى على جزء في التفصيل في الفيديوهات اللي جاية، بس ده كان فيديو سريع لأي حد. زي الاكزوست، زي الليبريكيشن، ما الى اخره. يعني بالظبط. هنتكلم على كل جزء في العربيه بيرفع درجه الحراره. بإذن الله داخل معمل السيارات. اشوفكم الفيديو اللي جاي، كليه شكرا. الانرجيه.